تحية من القلب الصميم وياكم ابو مازن وأبو مازن. حصريا ومبنيا وتاريخيا ثم تسلسليا وابتهاجيا وافتزازيا في 365 يوم في اكله جديده في طبخه جديده في اكله معاده ومن اكلاتي المفضله صارت. مساء الخير، تحياتنا لكم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. اليوم عندنا والله. القلية الموصلية. اي اويلي اويلي الموصل، يعني الموصل كله يمنا. تحياتنا للموصل واهالي الموصل والشعب الموصلي. بس هذيك المرة دهن اكثر. وين الدهن؟ غنم كان. اي افتح هذا الفرق هذا الفرق طبعا. لا كان دهن، انا احبها متغرقه بالدهن مثل ما غنم كنتي مسويتها. هذا بقر يختلف. عزاي قال لك قلت له لا اسوي بالبقر خلينا. بس ترى طيب. قلت لك شو الدنيا اليوم لبسته. والله يا ربي لا عليك. طيبه بس مو مثل من كان بالغنم. فرق. بس والله هي بكل الحالات طيبة. الغنم رحنا للمزرعه كانت عليها خرفان صغار بس مو فحولة نثايا، وأنا ما أحب النثايا. وعمرهن 10 أشهر. ليش حكيت لي؟ تاج عجب شلون؟ فقالت لي كان خروف ما أدري بيه ويقمج وهذا، والأمهات ما اعتنن بيهن. راحت ذبحتهم بالاول. من ذبحتهم كان جهالة بطلهم. المهم وراها شافت هذا الخروف. اوكي همينه صار بالفريزر. قالت لي تريد من عنده؟ قلت لها لا. ما اعرف اذا مازن صورت من رحنا مره ثانيه. اي نزلتي؟ شفتوه بعدين. صورتي هذني السود الاثنين اللي جايبتهم؟ اي كلها كان مصور. فهسه دا انطر. قلت لها بس يكبر وتشوفين فحل فحلين تخابرين. يقول لك يعني عينك. قلت لها هي انا يا ابو مازن اكل اللحم. يعني قلت لها اذا لحمك زين ان شاء الله كل شهر يمك. قالت لي توب. عاد شوفتني عجل. قالت لي ما تريد عجل؟ صورتي؟ اي شايفيها ستو اكيد. قلت لها لا عجل ما اريد. قالت لي خوش عجل. قلت لها والله اني قاعد اشوفه مؤدب وخوش متربي بس ما يرهم بالعائله مالتنا. ضحكت. ما يناسبنا. قالت لي ليش؟ قلت لها لما اكلت الخرفان. قالت لي ليش؟ قلت لها لان احنا منحرفين عن القطيع. فعزاي اليوم طلعنا بنسوق شفنا هلها براية العجل اللي مسوين عليها تنزيلات. ما مسوين هاي كان عليها ايوه نسبة بسيطة. نسبة بسيطة. الكيلو بيش عمود نقول لهم تعرف بالكرام 169 يمكن. يعني كان ب 17 ايرو ب 17 دولار الكيلو مو؟ يجوز شوية أقل يجوز 16 دولار.
كيلو 400. 400 ان شاء الله تلقى هاي الكيلو. فأعزائي القلية طيبة وكانت طيبة، بس هسه يعني اعتب على اهالي الموصل لو هيك يسووها. كلش طيبة. هم؟ كلش طيبة. كانت هسه هسه بعد. لا ليش شلون؟ ما تعجبني بهذا الطعام. بالغنم اي يعني شوف، هو لحم الغنم ما يتقارن الصراحة، انه نحن نحبه. روعة كانت. تصير بعد اكثر دسمة. هسه هذا مو قاسي اللحم صراحة. لا صاير. مو مع هذاك ما صاير. كان قاسي. انت لا تحكين مخربط. لا مو الفرق، انه على اساس دائما من نجيب انه عجل او غنم انه هذا يكون قاسي وما صحيح. له طعم، بس هسه هذا بيه طعم ومو قاسي. لا هذا مال بس عجل. الفرق بالدسومة بس. الفرق بالدسومة لا اكثر ولا اقل. صورتها وياكم راح تشوفون ايش قد خليت نسبة دهن، هو الدسم، واللي هو الشحم يعني مو زيت. بس هو مو بس الدسم، طعم اللحم. اللحمة هي تكون طرية كلش يعني. بالعجل لا مو على طريقة لا. فيها دهن. انا ذاك اللي استخدمته واي بدهن. انت والله ما تحسين بالفرق. لا انا حسيت. اللحمة هاي مثل الناشفة هيك تكون. لا ما عليها اكل دهن. لا هي اللحمة مو الطريقة المطبوخ والزيت. النكهة مال العجل غير نكهة الغنم. فطبقة نفسها بس الطعم مختلف بالنكهة. اوكي، حتى الدهن انت اللي حاطته موجود وصحيح ودهينة الاكلة، بس النكهة مال اللحم تختلف جدا. فالقلية انصحكم يعني لا تسووها بالعجل. اذا ما عندكم فلوس تشترون مال الغنم لا تشترون مال العجل. جمعوا واشتروا الغنم وكلوها على اصلها. ما تحتاج هواية اشياء ابد. مو لانه ما عندنا احنا، لا الحمد لله والشكر. وهنا مال العجل يعني نفس الغلاء مال الغنم، وحتى بالتنزيلات يعني احنا اشتريناه بالتنزيلات ارخص مال الغنم. بس عندنا مشاريع اخرى بلحم الغنم، وعبالي هاي الهبرة تصير تكة الصراحة. كان صارت ابد مو طيبة. لا تصير تكة ناشفة اكثر. نسوي لك اياها بهولندا وماكلتها تكة ما عليها. أيوة. انا اعرف. لا تصير اليافها قاسية كلش. كيفي؟ بالاكل لا تعانديني. كيفي؟ لا 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 لا. كيفي؟ انا ما احب تكة العجل، هي قوة. لا حتى علمتك شو اسمه قاسية قوة تطلع من الشيش. التكة شلون نسويها. لا قولي لي. انا ما شهري تكة مشي. اي بس علمتك شلون تصير. مرات اقطع. لا عجل كنا تجيب له هبات منيت مش عادي يصير طيب، بس ينطبخ لا. احنا بالعكس بهاي بالطبخ اي، بس بالشوي لا. كنت تاكليه وما تعرفين الغنم من هذا، لا تحكين زايد. ليش تعيط؟ مو 3 سنين بشي ما تعرفين. انا بدي اقول لك اني هيجي يعني مو دا. انت مو هيك لان انا اعرفك انت شنو. واذا اقول لك انت تاكلين ما تعرفين الغنم من العجل. لا اعرف. والله راسا اعرف. والله العظيم. والله اعرف. استغفر من الله. شكله هذا يكون شويه جوزي طوف. انا لله وانا اليه راجعون بابا. ما يكون. اليافه اقسم. بعدين شو تقولين؟ على شنو؟ تكذبي. الله يعرف ما في القلوب. لكن شو بعد؟ انت مال الحمد لله والله هي كلش انا ماشي بعد. تشبع. يعني ودسمه. وراها داس يعني اديك يلا. طيبه لو لا احكي ضميرك يعني نفس حقيقه للناس. والله ايه
اللي ما يحب لحم الغنم خليه يسويها بالعجل. هي عادي يعني يمكن هي مو طيبة بس احنا اللي جربناها بس انا بالغنم ما وهسه احبها بالعجل. بالعجل. بس هي طيبة كلش طيبة. الاكله نفس ما سوتها ام مازن إذا طيب تفضل. وهذا لا تضيفون اضافات بس هواية ولا تخرب. يعني مختلفه جدا الطعم. فرق من السمك اكلتها شكل وهسه شكل. يعني لو مسويتها من الاول ام مازن اقول لها لا سويها هذول يكذبون. اي إيه. لا تعيديها. بس هذيك شلون اكلناها في يومين. اي اليوم الثاني يعني سويت هواي يعني على اساس اللحم مش تريده تكه بس. اعزائي شكرا على المتابعه ورمضانكم كريم. تسلمون على المتابعه نشكركم ونقول لكم تصبحون على خير وسحور استحروا زين. لا تاكلون هوايه ترى هو مو بس بالاكل يعني صيام لازم. فشوفكم باكر. مع السلامه. مع السلامه باي باي.